السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة عالم الطرز. اليوم ان شاء الله عندي واحد المعلومة بغيت نوصلها لكم بخصوص ديال التنبات، يعني الحاجة اللي منبتة. واحد الطريقة كنا كنديروها، اولا حنا كنا كنتعلموها ملي كنتعلموا التنبات والطرز. ملي كتكون عندنا حاجة منبتة مثلا هكا، هذا مثلا منبت، هذه مرمى، هذه ساليتها ياك هكا ساليت. كيفاش غندوز لهاد الجي؟ كنا كنخدموا مرمى بهذا الشكل هذا. ملي كنساليو مرمى شنو كنديروا؟ كنا كنديروا كنحطوا مرمى هنا ياك هكا، وكنخليو هاد الشويه اللي كيكون هنايا كيكون خاوي. هاد الشويه اللي كنديروا فيه مرمى كنخدموا شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا حتى كنساليو الخدمه كامله. كيبقاو لينا دوك الخويات هنايا ما عامرينش. شنو كنا كنديروا؟ هادشي اللي كنتعلموه ملي كنتعلموا التنبات كما قلت لكم. شنو كنديروا الشوكات هنايا يا في مخده صغيره، كنحطوا على مخده صغيره مثلا هكا ونديروا الشوكات هنايا وكنخدموا كنشدوا بالشوكات هنا وكنخدموا كنبتوا ياك تفهمنا. كنبتوا حتى كنسالي ديك الخويه كامله هكا. كتشد لينا الخدمه هكايا، كتشد لينا اليد. وفهاد الايام شفت واحد الطريقه في الانترنت، يعني صراحه عجبتني، يعني غتساعدكم في ملي كتكون عندكم شي حاجه ديال التنبات. شنو كنديروا هاد الطريقه هذه، يعني نبت هاد الجهه هذه، لان ما يمكنش دائما ملي كنبتوا ما يمكنش اننا نحطوا مرمى ونديروا مرمى هكايا على العقيق ياك. الا درنا مرمى على العقيق هكا راه غيخسر لينا داك العقيق وغيخسر لينا الموزون، فهمنا. وغندير واحد الطريقه نوريها لكم احسن. هاد الطريقه احسن من كل شيء. كنحطوا واحد الظريف هكا ديال الثوب، كناخذ واحد الظريف كما كان ديال الثوب هكا وكنحطوه هنايا فوق التنبات ياك. كنخلي التنبات في هاد الجهه، كنحط على التنبات هكا وكنخيطوه بالخيط، ابره عاديه كما كانت ابره، والخيط عادي كما كان الخيط. كنشدو كنبتو مثلا هكا ما تخافوش على العقيق، ما توقع ليه حتى شي حاجه هكا. يحاولوا يضربوا غير في الثوب، ما تضربوش مثلا في الموزونه او في العقيق. نقلب على البلاصه اللي كتكون خاويه. حتى الا كانت حاجه كلها عامره بالعقيق راه غتستعملوا هذه الطريقه هذه هكا، فهمنا. دابا شنو غندير مرمى. لاحظوا معايا مزيان، هاد الثوب هذا غندخلو لداخل ديال المرمى. ردوا معايا البال، وهذا هو اللي غنشدو بمرمى هاد الزرق. نقدروا هكايا نخدموا، لان التنبات ما كيحتاجش ان المرمى تكون بزاف مزيره، لان يمكن نخدموا من غير مرمى اصلا. هانتوما دابا لاحظوا معايا، ها هو الثوب اللي منبت، راه ما شديتوش بمرمى، ها هو كاين لتحت، يعني في امان ما غاديش توقع ليه حتى شي حاجه. وهذا الزرق هو اللي شديت بالمرمى، وهكا نخدم في كل مره. ملي نسالي عاوتاني المرمى ديالي هكايا نعمرها حتى لهنايا بالعقيق، غنعاود نفس الطريقه هنايا ونزيد نطلع حتى نسالي الخدمه ديالي كامله. انما هاد الطريقه هذه
ما تستعملوهاش في الطرز، ما تستعملوهاش يعني في ملي تخدموا بالخيط، بالخيط ولا بالحرير ولا بالسقلي، ما تستعملوهاش نهائيا. لان هذا سميتو الطرز كيبغي ان المرمى تكون مزيره، ضروري ان المرمى تكون مزيره مزيان. حتى الا عندكم مثلا الطرز منبت، يعني كديروا الطرز ومن بعد كتنبتوه بالعقيق، كتعمروه بالعقيق، من الاحسن حتى تساليو الخدمه كلها ديال الطرز في مثلا في الجلابه ولا في القفطان ديالكم. عاد ملي كتوصلوا للتنبات تستعملوا هذه الطريقه اللي قلت لكم. اما في الا كان الطرز ما تستعملوهاش نهائيا، باش ما يجيكمش الطرز ديالكم مرخي. ملي كتحيدوا المرمى غتلقاوه مرخي، ما يكون فيه ما يتشاف. من الاحسن حتى تساليو الطرز كله، عاد تعاودوا ديروا التنبات، تبداو بالتنبات وتستعملوا هذه الطريقه اللي قلت لكم. هذه هي النصيحه اللي عندي اليوم، وبغيت نقدمها لكم. صراحه الحاجه مزيانه، لان ملي كنخدموا من غير المرمى كنتعصبوا شويه والخدمه ديالنا ما كتعطل. من الاحسن نديروا هذه الطريقه هذه، وكنتمنى ان نفيدكم بهذه الطريقه اللي قلت لكم اليوم. وملي تكون عندي دائما معلومه ديما غنحاول نقدمها لكم، وكنتمنى لكم التوفيق، وما تنساوش تشاركوا بالقناه ديالي البنات اللي مازال ما شاركوش. وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم.